للناس اللي شحنا لهم شغلهم الحمد لله بفضل الله ما عندهمش مشكله في الحاجه نفسها، ولكن عندهم مشكله في شركه الشحن، ودي انا متاكد منها لان بنسبه 80% الناس اشتكت لنا من شركه الشحن اللي وصلت لهم الاوردرات، ودي لازم نعترف بيها. لكن الناس عندها مشكله من البضاعه اللي وصلت لها، الحمد لله اللهم لك الحمد، كله بيشكر بيقول البضاعه زي ما انا متوقع وزي ما اتفرجت عليها ويمكن احسن. ولكن الشركه اللي وصلت لي الاوردر تعبتني شويه، يا اما اتاخرت في الوقت تسليم، يا اما ما وصلتلوش لحد باب بيته، ودي كانت مشكله طبعا، او لحد بيته، يعني مش شرط باب بيته، يعني لحد بيته قريب من بيته. تمام، فزهقوهم شويه، ودي طبعا حاجه خارجه عن ارادتنا خالص. احنا كنا مضغوطين وبنشتغل في المعرض وفي نفس الوقت بنحضر لكم اوردراتكم، كان هممنا قوي ان احنا الاوردرات ما يحصلش فيها لخبطه، يعني اوردر فلان يروح لفلان، او مقاس اللي انت طالبه يجي لك مقاس تاني خالص، او الشكل اللون اللي انت طالبه يجي لك. لا الحمد لله قدرنا نعمل كنترول في الموضوع ده. كل واحد طلب حاجه معينه وصلته 100% بنفس الماتيريال بنفس السعر بنفس الشكل اللي هو طالبه بالظبط، فدي حاجه الحمد لله احنا ما قصرناش فيها. ولكن الشركه تعبته شويه، فانا طالب منكم طلب صغير قد كده. ايه هو؟ عايزين في التعليقات شركه شحن تكون بتسهل الموضوع علينا وعليكم. طبعا احنا مش هنقول احنا بنشحن مع مين، يعني بلاش تكتب احنا بنشحن مع مين. خلاص اللي احنا بنشحن معاه ده موضوع انتهى خلاص. احنا عايزين شركه شحن تكون كويسه، تقدر تستلم مننا بشكل كويس وتسلمك بشكل احسن، وفي نفس الوقت تكلفه الشحن اللي انت هتدفعها تكون قليله. فدي ممكن لو في حد يقدر يساعدنا في الموضوع ده يكتب لنا في التعليقات. تمام، شركه تكون تكلفتها مش عاليه وفي نفس الوقت هتحافظ على الحاجه. تمام، ومش هتدفعنا شحن فلوس، يعني بدل ما انت تحول لي الفلوس، عشان في ناس بتقلق من الموضوع ده، لا مش هتدفعنا شحن فلوس، يعني هي هتسلمك الحاجه وترجع لنا فلوسنا تاني من غير شحن. مش هيجي يقول لك مثلا انا رجعت لك 1000 جنيه هتستلمه 900، طبعا مش هينفع الكلام ده، صح؟ فعايزين بقى تعليقاتكم الجميله تقولوا لنا على شركه شحن محترمه كده حلوه نشتغل معاها احنا وانتوا، لان شركه الشحن دي اللي هيشتغل معاها مش انا بس، وانت كمان. اتفقنا؟ يلا كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.